ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض كيكه من ألذ الكيكات اللي ممكن تعمليها في فصل الشتاء. كيكه البرتقال. كيكه جميله جدا ولذيذه جدا وسهله، ومقاديرها متوفره معانا في البيت، والنتيجه بتاعتها مضمونه وناجحه. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنشوف مع بعض ايه اللي هيخليها تنجح معانا، وازاي تطلع معانا هشة، وسر اللون الذهبي بتاعها من تحت وفوق، وازاي هتكون كيكة فاتحة. كل التفاصيل دي هنشوفها في الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للآخر، علشان كل خطوة فيه مرتبطة باللي قبلها، عشان تطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. انا معايا حبيتين من البرتقال. برتقال بتاعي برتقال بسرة. البرتقال بالسرة ده هو احلى برتقال تعمل في الكيك. لو استعملت البرتقال البلدي هيمرر الكيكة معاكي. احنا هناخد البرتقال بتاعنا ونغسله وننشفه وهنبشره بالشكل ده. هناخد الطبقة اللي فوق دي بس. هتطلع معايا حوالي معلقتين. مش هنيجي جنب الطبقة البيضة دي خالص عشان ما تمررش الكيكة بتاعتنا. هنقشره بقى ونعصره في الخلاط ونصفيه كويس، ونشيل طبعا اي شوائب فيه. عايزين عصير صافي خالص منه، ومش هنضيف ميه برضو. ممكن لو انت حابه تحطي معلقتين ميه بس عشان الخلاط يمشي ممكن. خلاص احنا كده صفيناه. هنركنه بقى على جنب ونكمل بقيه المقادير بتاعتنا. علشان الكيك بتاعنا ينجح معانا، احنا عايزين كل المكونات تتعاير بكوباية واحدة بس. هي دي الكوباية اللي هنعاير بيها كل المقادير. انا معايا كوبايتين ونص دقيق. انا خلطهم مرة واتنين وتلاتة. الدقيق بتاعي متعدد الاغراض. الدقيق ده حلو قوي في الكيكات. انا ضفت كوباية وهضيف التانية والنص التاني. انا نخلهم مرتين وتلاتة قبل كده. هضيف ذرة ملح صغيرة. وهضيف باكو بودر الشيف. الشيف ده جميل جدا في الكيكات، بيدي نتيجة هايلة. خلاص انا دخلت المقادير الجافة كلها مع بعض كده. هركنها بقى على جنب، وهنروح بقى للخلاط بتاعنا. البيض بتاعي بحرارة الغرفة، علشان النتيجة بتاعته تبقى مضمونة ونتنجح الكيك معانا. 3 بيضات. البيض حجمه وسط، وعليهم كوباية من السكر. ضربتهم كويس قوي لحد ما السكر بتاعي داب خالص. هضيف كوباية الا ربع من الزيت. الزيت يكون نوع نضيف عشان دي طعم حلو للكيك. كمان معايا المعلقتين البشر البرتقال اللي احنا بشرناه. وهضيف طالما في بيض يبقى هنضيف الفانيليا. ومعايا كوباية عصير البرتقال. هضرب بقى كله كده مع بعض. وانا ضفت الفانيليا بعد ما ضربتهم، وهرجع تاني اضيف الفانيليا ومعلقه خل كبير عشان الكيكه تفتح معايا تبقى فاتحه. وضربت تاني في الخلاط. اتاكدت ان السكر بتاعي داب خالص. فضيت المقادير كلها على المواد الجافه، وهقلبها في اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. وعشان اتاكد ان كل الدقيق اختفى هقلبه كويس بالسباتولا كده. انا متاكده ان مفيش اي دقيق خالص، والخليط بتاعي ناعم جدا. معايا صينيه مقاس 24. انا دهنها كويس. في الوقت ده انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. هفضي بقى الخليط بتاعي بالشكل ده، وهخبطه بقى على الرخامه كده مره واتنين وتلاته لحد ما اي هوا يخرج منه. والصينيه بتاعتي مظبوطه خالص كده. هدخلها بقى في الرف الاوسط. هي هتاخد معايا حوالي 40 دقيقه. طلعت معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا اختبرتها بالخله. ما طلعش معايا اي عجين خالص، طلعت نضيفه. وشغلت عليها الشوايه دقيقه، ادتني اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه. وعلشان تعملوا احلى كيك برتقال اتبعوا كل الخطوات عشان يطلع معانا ناجح بالشكل ده. طبعا كل المقادير تكون بحراره الغرفه. الدقيق بتاعنا متعدد الاغراض. الفرن بتاعنا نكون مشغلينه قبل التسوية ب7 دقايق.
ما نفتحش على الكيك بتاعنا خالص غير بعد نص ساعة، وده سر من نجاح الكيك بتاعنا، ويفضل معانا هش وعالي وبالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده. طبعا بنستعمل الزيت يكون نضيف، والسكر يكون ابيض عشان برضو الكيكة تبقى فاتحة، وان شاء الله هتعملوا احلى كيكة البرتقال، وهي شكلها بيتكلم عنها. لونها جميل وموحد من تحت ومن فوق وعالية جدا. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، واتك على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد انا بعمله. شكرا لكل حبايبي الجداد اللي اشتركوا معايا جديد في القناة، وشكرا لكل متابعيني. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.